تشكيل الاهلي امام ستاير سندرز. ولكن قبل ما نقول تشكيله النادي الاهلي امام ستاير سندرز لازم نقول النادي الاهلي بدا كاس العالم للانديه بمقابله اوكلاند سيتي النيوزيلندي، فاز عليهم 3-0 اداء ونتيجه، واللي يهم جماهير النادي الاهلي الاداء قبل النتيجه. شفنا مارسيل كولر عمل توليفه جميله من اللعيبه، خلاهم كلهم متمركزين صح، كل واحد حافظ دوره بيعمل فيه ايه، وخصوصا الهدف الثالث للنادي الاهلي لبيرسي تاو عمل تمريرات جميله من اللعيبه توصل لمحمود كهربا يعمل اسيست ولا اجمل بالكعب لبيرسي تاو داخل ال 18 يجيب منه الهدف الثالث. هو دون النادي الاهلي، هي دي عظمه النادي الاهلي، هي دي قوه النادي الاهلي، التمريرات الصحيحه، التمركز الصحيح. مدير فني مخضرم سويسري مارسيل كولر عمل توليفه جيده من النادي الاهلي وتمتاز بالتمريرات النظيفه، التمريرات اللي توصلك للجول مرتاح. النادي الاهلي النهارده هيقابل ستاير سندرز. قبل ما نقول التشكيله هنقول ستاير سندرز فريق لا هو قوي ولا هو ضعيف، عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوه. نقول التشكيله الاول للنادي الاهلي وبعد كده نتكلم على ستاير سندرز. النادي الاهلي تشكيله النادي الاهلي هيكون محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمود متولي، قدامه يجي طرف يمين محمد هاني الكاريزما، شمال علي معلول. دون خط الدفاع للنادي الاهلي. خط الوسط هيكون اثنين فقط لا غير، هيكون حمدي فتحي واليو ديانج، هم دول كفيلين انهم يوقفوا هجوم ستاير سندر. هيعملوا مربع داخل المستطيل، مربع دفاعي مكون من محمد عبد المنعم، محمود متولي، حمدي فتحي، اليو ديانج، كفيلين يوقفوا هجوم ستاير سندر. قدام منهم بقى لازم يكون موجود مجدي قفشه او محمد مجدي قفشه، عشان خاطر محمد مجدي قفشه عنده انه يخلي الكرة دايما تكون على الارض، والفريق دون عاوز الكرة تكون على الارض، ما تكونش شوط عالي او رفع عالي، لا الكرة لازم دايما تكون على الارض. ومحمد مجدي قفشه عنده الميزة دي او عنده الكاريزما دي ان يخلي الكرة دايما تكون على الارض. قدام منه ما يكونش احمد عبد القادر هجوم فقط لا غير، انما انا عاوز دلوقتي هجوم ودفاع. هنقول مين؟ هنقول طاهر محمد طاهر، هو اللي ممكن يعمل هجمه حلوه ويرجع يدافع مع الدفاعات. نيجي بعد كده حسين الشحات، وقدام منهم محمد شريف. الى الامثل للنادي الاهلي امام ستاير سندرز. هنقول نقاط الضعف في ستاير سندرز ان تمركزاته خاطئه في الضربات الثابته او في الركنيات، لذلك بقول الاهلي ممكن كتير انه يخطف من الضربات الثابته في ستاير سندرز. عندهم المهاجم راؤول رودرياز بيسدد في المرمى من اي مكان، ودون كفيلين به الاربعه، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد عبد المنعم، محمود متولي، انه ما يخلوهوش يسدد في على مرمى الشناوي من بره خالص. عنده ان هو راؤول رودرياز بيلعب بدماغه حلو، لذلك بقول خليك يقظ محمد الشناوي، ما تخليش الكوره داخل ال 18 يقرب عليها راؤول رودرياز، لان بيلعب بدماغه حلو في المرمى. لذلك بقول لمحمد الشناوي لازم تكون يقظ في المباراه دي مش هتكون اسهل من المباراه اللي فاتت، لا المباراه دي هتكون اقوى. دون في النهايه برضك بطل امريكا، لذلك بقول لمحمد الشناوي. نيجي لجمال عبد الحميد والكلام اللي بيقول النادي الاهلي مش احق بانه يوصل كاس العالم. كابتن جمال عبد الحميد النادي الاهلي احترم الاتحاد الافريقي، احترم الوداد المغربي، احترم المغرب نفسها. لذلك شوف هو وصل فين لما احترم الناس دي، شوف هو وصل فين، وصل كاس العالم عشان خاطر احترم الاتحاد الافريقي واحترم الوداد المغربي واحترم المغرب. شوف الحفاوه اللي قابلوه بيها في المغرب، شوف الناس محترمه الناس الاهلي ازاي. شوف كابتن محمود الخطيب لما بيكون موجود في مكان كل الجماهير بتلتف حواليه عشان خاطر احترامه للغير. هو دون ناتج انه وصل بالنادي الاهلي لكاس العالم للانديه، حتى لو هو مش الاقدر زي ما حضرتك بتقول، ولكن الاحترام سيد البني ادم. ما دام انا بحترم الخصم او بحترم الغير، لازم الغير هيحترمني ويديني الكفاءه اللي انا تتناسب معايا. عشان كده بقول لك الاهلي وصل كاس العالم للانديه عشان خاطر احترم الاتحاد الافريقي، احترم المغرب، احترم الوداد المغربي. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز على اوكلاند سيتي، ضمن $1,000,000، ويفوز على ستاير سندر يضمن $2,000,000. مباراه الوداد المغربي والهلال السعودي مش هتكون سهله، هتكون مباراه قويه، ولكن كفه الوداد المغربي ترجع عشان خاطر وسط جماهيره 80%
الوداد المغربي، 20% للهلال السعودي. أتمناها تكون مباراة جميلة ما فيهاش عصبية، ما فيهاش نرفزة، ولكن بالنهاية دي لعبة كرة القدم، وبالنهاية لازم فيها حد يكسب وحد يخسر. ألف مبروك التنظيم الجيد اللي عملته المغرب لبطولة كأس العالم للأندية.